زيدان حقق ما لم يحققه أي مدرب مع ريال مدريد، لقبين في الدوري، لقبين في السوبر، 3 ألقاب متتالية على مستوى دوري الأبطال في إنجاز غير مسبوق، كأس العالم للأندية مرتين عفوا، بالإضافة إلى إنجازات أخرى. أظن المشاكل الحالية أولا سببها عدم دخول ريال مدريد في صفقات وانتدابات مهمة في الآونة وفي الموسمين الأخيرين. الصفقة التي تحدث عنها الكثير، تحدث هنا عن إيدن هازارد الذي جاء ليعوض نجومية كريستيانو رونالدو في ريال مدريد، لم يوفق إلى حد الآن. جلس في العيادة الطبية لريال مدريد أكثر مما لعب فوق الميدان. الريال أو زيدان بالذات أتصور أنه أخطأ في عدم تعزيز التشكيلة بأسماء مهمة قادرة على سد الثغرات، ولا نعرف إن كان هذه الأمور متفق عليها بين زيدان وفلورنتينو بيريز الرئيس. برأيي أيضا أخطأ الريال إن لم يكن راغبا في دخول سوق الانتقالات وصرف أموال كثيرة في ظل الظرفية الصعبة التي يمر بها العالم جراء وباء كورونا. أظن أخطأ في التفريط في أسماء كانت ملك لريال مدريد. أتحدث هنا عن أشرف حكيمي المغربي الذي يتألق حاليا رفقة إنتر. شاهدنا الجهة اليمنى التي يشغلها هي نصف مشاكل ريال الدفاعية. عندما يغيب كارفاخال، عندما يصاب، يلعب أو يكون زيدان مضطرا للعب بفاسكيز الذي يلعب بنوايا هجومية وضعيف نسبيا على المستوى الدفاعي، وبالتالي لا يمكن أن نلوم زيدان إن أصيب كارفاخال ولا يوجد بديل له. أيضا هناك ريغولون، شاهدناه ماذا يقدم رفقة مورينيو في توتنهام. ريغولون كان ملك لريال مدريد وتم التفريط فيه